السلام عليكم. اليوم حبيت أسوي طريقة عمل الدجاج التندوري مع الرز، وهذه هي المكونات اللي راح أحتاجها. بالبداية أسوي الصوص أو التتبيلة الدجاج، وأضيف 3 ملاعق من اللبن، ملعقة من الثوم المهروس، رشة كركم، فلفل أسود، نص ملعقة بابريكا، رشة بصل باودر، نص ملعقة كمون، نص ملعقة كزبرة ناشفة، ملح، عصير الليمون الحامض والكمية حسب الرغبة، ملعقتين من الزيت، وبعدها أضيف عليها ملون الطعام بالتدريج لحد ما أحصل على اللون اللي أنا أريده. وعلى هذا الشكل صار عندي الصوص جاهز. أنا هنا عندي قطع دجاج منزوعة الجلد مسوية بيها ثقوب أو فتحات على هذا الشكل، أضيفها بالتتبيلة حتى تتشرب عندي، وبعدها أخليها بالثلاجة لمدة ساعة تصير عندي جاهزة. من بعد ما مرت ساعة ضفتها بصينية الشوي، راح أدخلها الفرن على درجة حرارة 350. بالبداية أشغل الجو وبعدين أشغل الفوق لحد ما تتحمر عندي. أما بالنسبة للرز، أنا هنا عندي زيت وضفت عليه حبة من البصل المقطع وانتظر لحد ما يتشوح، وبعدها أضيف عليه حبة طماطم مقطعة واستمر بالتقليب، وأضيف عليهم نص كوب كزبرة أنا عندي مجمدة، تقدرون تضيفون الفريش، وأضيف ملعقة واحدة من المعجون الطماطة، مكعب واحد ماجي دجاج، وربع ملعقة كزبرة ناشفة، ورشة كركم. وبعدها نفس تتبيلة الدجاج أنا أخذت من عندها تقريبا 4 ملاعق أضيفها على خلطة الرز. وهسه صار وقت أضيف عليهم الرز. أنا هنا عندي كوبا من الرز المنقوع، أقلب ويا هذه المكونات، وبعدها ضفت لهم 2.25 كوب من المي. راح أتركه على النار وأقبغه لحد ما ينشف عندي، وبعدها نص النار حتى يصير عندي جاهز. وعلى هذا الشكل صار عندي الرز جاهز. وهذه هي النتيجة من بعد ما استوى عندي الدجاج وتحمر على هذا الشكل. أنا صبيت الرز وبعدها خليت الدجاج وزينتهم بالمكسرات والبصل المقرمش والفلفل الألوان، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.